السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة لوصفة جديدة من وصفاتي. اليوم رايحة ندير بان شوكولا بوصفة واحدة أخرى ماشي كما اللي كنت حطيت فيديو من قبل. هنا عندي كاس حليب يكون متوسط في درجة الحرارة، يعني عادي دافي، ونضيف ليه 2 معالق كبار من خميرة الخبز ومعها 3 ملاعق كبار من السكر. نخلطو مليح ونخلوها تتفاعل شي 5 دقائق. بعدها راح ندير معها حبة من البيض تكون فقط البياض، أما الصفا راح ندهن به السطح. أقشر الليمون، شوية من عصير الليمون، ومعها ملعقة صغيرة من الفانيليا. فوالا نخلطو مليح ونضيفو 4 ملاعق كبار من الزيت وملعقتين من النشا باش تعطيني خفة وتجيني قطنية. نخلطو فقط بالفوي. هنا نبدو نديرو هاد الكاس اللي يرفد 5 ملاعق كبار من الفرينة. درنا الكاس الاول 5 معالق، زدنا الكاس الثاني 5 معالق، وبعدها نصف ملعقة من خميرة الحلوى، خميرة الكيميائية، حوالي 5 غرامات. فوالا لازم نكونو مغربلينهم هكا باش تجينا خفيفة. بلا ما ننسو قرصة تاع الملح، كنت رايحة ننساها. نخلطو مليح، نضيفو كاس اخر اللي يرفد 5 ملاعق كبار من الفرينة ونديروه حتى تحصلوا على عجينه لازم تكون طريه وتتلاصق في اليد. فوالا راح كيما كنتو تشوفوا بلا ما نعجن فيها، فقط راني نلم. وبعدها لازم تنقوا يديكم من الباط وتعاودوا ترشوها وتلموها. كما قلت لكم لازم تبقى تتلاصق ونخلوها تختمر حوالي ساعه. انا صراحه خليتها ساعه ونص. بالنسبه لهاد الشوكولا تاع الكلاصاج، هذه اللي راهي تبان عند اللي بيع مستلزمات الحلوى، هذه تجي هكا بالميزان. هذه فيها 150 دير ابوبري تجيكم واحد 7000. ذوبيها مع 100 مليلتر من الحليب فوق النار حتى تذوب تماما. خليها تبرد وصنعي بها شوكولا أطاختيني. حوالي نصف كاس من السكر، 3 ملاعق صغار من الكاكاو الحلو لازم يكون نوعية جيدة، ونصف فنجان من الزيت، ونضيفو فيه تدريجيا حوالي 3-4 دفعات حتى تشوفوا الخليط تقال. نضيفو عليه عطر شوكولا وتنجمو تستغنوا على هاد المرحله باسكو راه فيه شوكولا. هنا العجينه بعد ما اختمرت ساعه ونصف، ساعه ما تكفيكم، انا خليتها ساعه ونص كان عندي الوقت. شوفوا كيفاش ولات بزاف خفيفه. ديغازيتها وعجنتها شويه حوالي 3 دقائق. ومن بعد راح نقطعها على كريات وكبار، كرات كبار، ونعاودو نخليهم يرتاحوا فقط ربع ساعه. هنا شوفوا كيفاش دار البنابل، غادي يجيكم بزاف خفيف ومقطن. نحتاج فيه 150 غرام من الزبدة تكون طرية. لازم نذوبوها ومن بعد نخلوها نستعملوها هي باردة هكا باش العجينة ما تمطش هذيك الزبدة. نبدو بكل كرة نبسطوها بالوراق ونرقوها شوية وندهنوها بهذيك الزبدة اللي كما قلت لكم تكون باردة، ونزيدو نرشوها بشويه تاع المايزينا بين كل طبقه. لازم تبقى الزبده دايبه ومرشوشه بالمايزينا هكا باش نحصلوا على التوريق بين كل طبقه. نكملوا كاع الكرات اللي راهم عندنا الا الكره الاخيره نخلوها فارغه، فقط نفتحوها ونخلوها هكا نبلعوا بها. نديروها شكل دائري ولا مستطيل، ونعاودو نديروها كيما اللي نديروها كيما اللي نديرو الفيطاج. تعاودو تطوها شكل مربع او مستطيل، ولكن تخلوها في الثلاجه نخدموا بها وهي شويه بارده. هكا نبلوها نخلوها في الثلاجه حوالي 10 دقائق فقط باش تبرد، ونعاودو نفتحوها باش نخدموا بها مباشره البان شوكولا. انا هنا قسمتها باسكو البلان دو طرافاي تاعي صغير، نجمو بلا ما تقسموها. ديروا هاد الاشكال اشرطه. بالنسبه للحجم تبعو صغير ولا كبير. شوفوا هنا الشوكولا طاختيني كيفاش ولات. خليتها في الفريجيدار قعدت لي واحد الساعه هكا من اللي صنعتها حتى اللي بغيت نستعملها تقالت. ونبداو نديرو ونروليو فيه بلا ما نضغطوا عليه. شوفوا هنا باش نحصلوا على هذا التوريق. نكملوا كاع الكميه اللي راهي عندنا ونعاودو ندهنوها بالصفار تاع البيض اللي كنا فصلناه على البيضه مع شويه تاع الزبده اللي كانت باقيه لنا باش ندير لكم القشره.
ونديرو عليه شوية عطر فاني باش تروح ريحة البيض، سينو تنجمو ميم تستغنوا عليه إلا كان البيض جديد. تدهنوا السطح تاعه بصفار البيض وتخلوه حتى يختمر. نتوما عينكم ميزانكم ملي تشوفوه زاد شوية في الحجم ديروه في الكويزينيير. هنا درته في الكوشة طاب في الرف الفوقاني. بعد ما شوفوا هنا انتفخ عاود جبدته ودهنته بالبيض هكا باش يتحمر لي أكتر ونشعل عليه من الفوق. قعد لي واحد 25 دقيقة. بون يديركم 20 حتى ل25 دقيقة. درته قعد 15 دقيقة من التحت وعاود طفيت من التحت وشعلت عليه من الفوق. فوالا المهم كانت هذه هي النتيجة الأخيرة بدون زبدة التوريق. وصفة بزاف بنينة وحتى اقتصادي فقط بفارنة المعجنات. شوفوا النتيجة روعة. وحتى هاد الوصفة تنجموا تستعملوها لكعك الغرب يجيكم أطري ومفشفش ما شاء الله. إلا كنتوا أول مرة تشاهدوا فيديو ما عليكم إلا الضغط على جيم واشتراك ومرحبا بكم في القناة. إن شاء الله راح نحط لكم وصفات أخرى.